الجزء الرابع والأخير هيتكلم عن اللعيبة، عن أصحاب الأهداف والأسيست، عن أصحاب التمريرات الحاسمة والدقيقة، وكمان اللي بيسددوا بين الثلاث خشبات، والمدافعين. أفضل اللاعبين اللي سجلوا أهداف وعملوا أسيست وعملوا تمريرات صحيحة وسددوا بين الثلاث خشبات تسديدات دقيقة، واللي خرجوا الكورة تشتيت دفاعي، والأفضل بالأرقام من خلال أبليكيشنز الكورة كلها. هداف الدوري لحد دلوقتي لاعب عبد الرحمن دغموم، اللاعب الجزائري صاحب 26 عام، لاعب نادي المصري برصيد 4 أهداف. الهدافين اللي وراه كلهم يجوا برصيد هدفين في كل الأندية. أكتر لاعب عمل أسيست لحد دلوقتي هو اللاعب علي فوزي صاحب 33 عام، نادي مودرن سبورت، عمل 3 أسيست ب3 أهداف. أكتر لاعب عمل تمريرات صحيحة هو اللاعب أحمد سامي صاحب 33 عام، لاعب نادي بيراميدز، بيعمل 60 تمريرة صحيحة في المباراة الواحدة. ده طبعًا متوسط، ده المعدل المتوسط بتاعه. ييجي وراه ياسين مرعي من الأهلي، وعمرو الجزار من البنك الأهلي، وإسلام عبد الله المقاولين، وأحمد بالحاج من سيراميك كليوباترا. أفضل لاعب بيسدد بين ال3 خشبات هو وليد الكارتي صاحب ال31 عام، لاعب نادي بيراميدز، بمعدل 1.7 في المباراة الواحدة. ييجي وراه زيزو 1.5، ييجي وراه بدر موسى 1.2، بابا بادجي 1.2، وأخيرًا عبد الرحمن دموم 1. صاحب أكتر تشديد دفاعي هو هادي رياض صاحب ال27 عام، لاعب نادي بتروجيت، بيشتت في المباراة الواحدة معدل 10 كرات و6/10. الأفضل بالأرقام هنا هو حصيلة ال5 مباريات اللي فاتوا، وبيبقى طبعًا معادلات كتير وأرقام كتير من خلال الapplications اللي موجودة على التليفونات. كل فريق طبعًا فيه نجوم، ولكن دول الأفضل في كل فريق. هنلاقي في النادي المصري دغموم، في الزمالك ألفينا، في مودرن سبورت علي فوزي، في بتروجيت هادي رياض، في بيراميدز سامي أحمد سامي، في إنبي كالوشا، في غزل المحلة الحارس عامر محمد، عبد الرحمن عامر سموحة، عمرو السولية سيراميكا كليوباترا، أحمد أيمن وادي دجلة، أحمد طارق زد، صابر الشيمي الجونة، زيزو في الأهلي، الزنفلي في حرس الحدود، خالد عوض طلائع الجيش، الجزار البنك الأهلي، محمد ناصر الإسماعيلي، صبحي ياسين الاتحاد، عمر الوحش المقاولين، أحمد عوض كهرباء الإسماعيلية، وأخيرا البحراوي فاركو. نروح بقى للأفضل في الأربع فرق اللي بتنافس على الدوري. الهدافين دغموم في المصري، ناصر ماهر في الزمالك، الكارتي بيراميدز، وزيزو في الأهلي. الهداف طبعا هيبقى دغموم في النادي المصري. نيجي للأسيست كلهم متساويين تقريبا. التمريرات الصحيحة، أكتر لاعب عمل تمريرات صحيحة هو أحمد سامي، 60 تمريرة بمعدل 60 تمريرة في الماتش الواحد. تسديدات بين 3 خشبات، التفوق يروح للكارتي 1.7. التشتيت الدفاعي هيروح للمحمدي في المصري 6.6 كورة. وبالأرقام أفضل لاعب في المصري هو دغموم، في الزمالك ألفينا، في بيراميدز أحمد سامي، في الأهلي زيزو. انتم رأيكم مين أفضل لاعب في الدوري المصري لحد دلوقتي؟ هستنى كلامكم وتعليقاتكم في الكومنتس. شكرا للمتابعة، أتمنى دعمكم، انتظروني في تحليل جديد.